نامستي جميعا. مرض الكلى في المرحلة النهائية المعروف أيضا باسم ESKD هو عندما تعمل كلا الكليتين بكفاءة أقل من 10% وتكونان متضررتين بشكل لا يمكن إصلاحه. هناك أساسا 5 مراحل لمرض الكلى المزمن، حيث تكون المرحلة النهائية من مرض الكلى هي الأخيرة أو النهائية أو الخامسة. عوامل الخطر لمرض الكلى في المرحلة النهائية تشمل السكري، ضغط الدم، التدخين، السمنة، بعض الأدوية مثل المسكنات والمضادات الحيوية، الأمراض الوراثية، وأحيانا حصوات الكلى. هناك خياران فقط للعلاج في مرض الكلى في المرحلة النهائية. يمكن أن يكون ذلك عن طريق الغسيل الكلوي أو زراعة الكلى، ومع ذلك إذا تمكنت من تحديد ومعالجة عوامل الخطر مثل التحكم في ضغط الدم، التحكم في مستويات السكر في الدم، التحكم في وزنك، شرب كمية كافية من السوائل، وعدم تناول الكثير من المسكنات أو المضادات الحيوية، يمكنك تأخير أو حتى في بعض الأحيان منع مرض الكلى في المرحلة النهائية.